كيف قلت لكم يا البنات، السيد شوهني مع كل شيء. مشات هذيك حنا اللي كنتطرق وما كنبغيش نبين، لدرجة ان طليقي عرفو وساق الخبار. ما خلى فين تبعني، ما خلى فين شوهني، ما خلى حتى شي بلاصه وما تبعنيش فيها، وبدا كيغوت. والله العظيم يا البنات، وتشوفوا الحاله ديالته كأن هاد السيد انا ساحره ليه. بقيت صابرة 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 لدرجة أنني ما بقيتش كنقدر نخرج من الدار، وإلا خرجت غادي يضحكوا عليا. إلا قلت لكم واحد الحاجة، كندير النقاب، تخيلوا معايا كندير النقاب باش ما يعرفنيش، وكندوز وكنشوفه مسمر في القناة، ما كيعرفنيش في صفة نهائية. زعما نقول لكم زعما عقبية ولا عرفني، ما كيعرفنيش السيد. كندوز من حداه السيد في واحد الحالة يرثى لها، حالة هستيرية، حالة ما تبغيهاش لعدوك. السيد اكتشفت بأنه راه وحق الله العظيم وحق لا إله إلا الله إلى السيد حمق. أنا هاد القضية هي اللي اكتشفتها من بعد. واحد النهار غادي يجيني واحد الفضول، كنت دائما كنشوف معاه واحد صاحبه، وهذاك صاحبه كنا مشينا للكافي وكان معانا هذاك صاحبه واحد الانسان اللي ترونكيل خدام على راساتو، غادي مزيان، وهو كان صاحبه مزيان. طاحت لي واحد الفكره، قلت اجي علاش ما نلبسش هذاك النقاب ونمشي للدرب ديالهم ونستنى هذاك الولد صاحبه. الا بان ليا انا عند الله مشيت البنات، ما ديتش معايا حتى شي واحد في ولادي، لبست النقاب مشيت في امان الله. هو السيد هذاك النهار ما لقيتوش حتى الباب عندي، العلم الله فين طاج. مشيت وقفت تما كندور في الزنقه، كندور على الزنقه الاورانيه. انا الولد ما عرفتش دارهم بالضبط، وانما انا عارفاه كيسكن معاه في نفس الزنقه. غاديه كندور، واحد الوقت هو يبان لي واحد الولد واقف وانا نمشي عنده. قلت لي السلام خويا، قال لي وعليكم السلام. قلت له عافاك، واخا يعني تكلم ليا صلاح الا كاين. قال لي الدري اللي خدام في كذا كذا. قلت له هو هذا. قال لي الدري السمر. قلت له قال لي واخا اختي بقاي، راه عاد دابا جا من الخدمه وطلع لدارهم، انا غادي نكلمو ليك. قلت لي عافاك، قول لي بانك بغيتيه انت ماشي انا اللي بغيتو. قال لي صافي كوني هانيه. طلع عند الدري كلمو ليا، هبط قال لي راه هي البنت اللي بغاتك، جا عندي. السلام خويا السلام. قلت له واش عرفتيني؟ قال لي لا. قلت له انا فلانه. قال لي اختي والله، قال لي باغي نشوفك ونهضر معاك، ولكن ما طاحتش لي الفرصه وما عرفتكش حتى فين كتسكني. اختي راه ديري شي حل، راه هذاك الولد راه وصل لواحد القمه ديال ان، قال لي اختي السيد راه كان شويه لاباس ودابا راه كمل. قلت له وضح لي اكثر. قلت له وضح لي ونقول لك انا علاش جايه عندك. قال لي اختي الله يرحم لك الوالدين، حاولي الا في الامكان ديالك انك تحاولي من تما باش ما يبقاش يعرفك فين كاينه. راه الدري مابقاش كيدخل دارهم لا بالليل لا بالنهار، راه غوت على مو، والبارح راه نوض مع خوتو ومع مصطاح على قبلك. ناضت مو قالت له هذيك، كيقول لهم انا باغي نتزوج بها. قالت لي مو انا شي وحده عندها الولاد ما عندك ما دير بها. قلت لي خويا وراه صالح راه انا اصلا ما باغياش. قال لي واش عاطيه شي وعد؟ قلت لي راه هو تقول السيد كنت كنتقهوى معاه عادي، وصل لواحد الدرجه كيقول لي افلانه انا وليت كنبغيك بزاف ما عرفتش راسي مالني. هذه هو الحوار اللي دار بيني وبين صالح. قال لي واش يمكن لي نعرف علاش جيتي انتي؟ قلت جيت لعندك بغيت نتاكد منك واش هاد الدري واش هاد الدري يعني قبل ما يعرفني انا كان نورمال في عقله. قال لي اش غنقول لك، الدري ماشي هو هذاك. الدري شي مرات كيكون مزيان وشي مرات ما كيكونش مزيان. قلت له شنو اللي خلاك انك تبقى مصاحب معاه؟ قال لي مصاحب معاه راد ليه البال على قبل مو وامو، واحد الانسان اللي الله يعمر هضر وكل شيء كيجبدها بالخير. قال لي دابا انت اشنو باغا ديري؟ قلت له انا ما بقيتش، بغيت نبقى معاه. قال لي صلاح بان الدري راه البارح كان غادي يقتل واحد الدري في الصالون، كانوا جابدين الستيره ديالك وحطوا عليك شي كذوب وشي حاجه، ورا السيده راه مطلقه وراه كدير وكتفعل وكترك. قال لي ناض هو كان غادي يقتل واحد تما في الصالون. قال لي جاب الله انا دخلت وجات مو وجات اختو، راه وصل لواحد النيفو. يعني الدري راه ما بقاش عادي، راه ما بقاش عادي، ما بقى ينعس مزيان، ما بقى ياكل مزيان. قلت لي انا هادشي كامل في خباري. قال لي اختي انا قلته لك عافاك ديري شي حل. قلت لي ما عرفتش انا هاد الحل كيفاش. قال لي شوفي خلي لي النمره التليفون ديالك، غادي نلقاو ان شاء الله الحل اللي غادي يخليه يتفرق معاك فتره. هنا البنات مشيت للدار وانا كنحس براسي وليت شويه، حيت انا دخلت في اكتئاب
ودخلت في واحد الحاله هيستيريه، وليت كنغوت على ولادي، ما بقيتش عندي الخاطر حتى طليقي لاحظها. ما بقاش كنحفظ مع ولادي كيف كانت، ما بقاتش يعني. مشات هذيك حنان ديال زمان. الحاصل هما فيه، مشيت للدار، بقيت كنتسنى الدري باش يتصل بيا. اتصل بيا في الدري في العشيه، قال لي واش انت مساليه؟ قلت له قلت لي هضر. قال لي عندي واحد الاقتراح الا وافقتي عليه، لان الدري راه غادي يضيع، راه ما نكذبش عليك. قال لي الدري غادي يضيع، كيقول لهم انا من فلانه ما نخلق، انا فلانه بغيتها هي اللي غنتزوج بها. لدرجه انني انا كنقول له افلان فيق وعيق، واش انت جابد مع موضوع الزواج؟ قال لي لا. قال لي وعلاش كتوهم راسك بانك غادي تزوج بها وبانك. قال لي كيقول لي بان انا الا ما تزوجت بها، يا اما غندير شي حاجه في راسي، يا اما غنديرها فيها، حتى شي واحد ما يديها من مورايا. وانا ما بغيت تكون حتى شي واحد من غيري انا. يعني هذا راه ماشي حب، هذا حب الامتلاك، ماشي حب عادي. ماشي هذا حب الامتلاك. السيد شويه لاباس، السيد زعزع، السيد كان شويه دابا كمل، ولا سكيزوفرين، ولا وليت انا عششت لي في دماغه. واش انا ما قدها؟ ما عرفت كيف كيقولوا ليها، ما قدها فين نزيدو فيلا. انا مضاربه مع الزمان ومضاربه مع ولادي. انا ما نعرف الا هو، حيت كاين هاد النوع ديال ان شي حد كيبغيك وكيتعلق فيك بزاف، ولكن ما المهم وصلنا لواحد الحل اللي قال لي شوفي حنان، ديري واحد الحل انك يخليه يتبعك، ديري معاه على برا، وبقاي جربيه 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 حتى الباب ديال الكوميساريه. دخلي ديكلاري به، دخلي ديكلاري به الا بقى تابعك. اما قال لي انا ما كنظنش، راه عنده فوبيا من البوليس، وعنده فوبيا من الكوميساريه ومن رجال الامن عامه ومن المخزن عامه. ان اين فوا غيشوفك بانك صافي انتي غادي تدخلي وغديكلاري به، راه ما بقاش غيدور بك. قلت لي تقدر زعما هاد الخطه تنجح؟ قال لي غير جربي وصافي. قال لي راه ملي كنكون دايز غير انا وياه، راه كتبان له غير الامن الوطني راه كيبغي يبول في حوايجو. المهم جربت الخطه ونجحات. هادشي اللي كاين.